ذكر الله. ذكر الله يجعل بيوتنا رحيمة ورفيقة وفيها رفق وفيها حنان. بصراحة البيوت التي فيها قرآن وفيها ذكر وفيها طاعة الشيطان يهرب منها فتنزل فيها السكينة. ولذا قال حضرة النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الشياطين. هذا الذي يقصده. البيوت الرطبة، البيوت المليئة بالحنان. الرجل يصلي السنة في بيته، يقيم الليل في بيته، يصلي الضحى في بيته، يجعل لبيته من صلاته كما أوصاك النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. بيوت رطبة فيها رطوبة الإيمان كده، بيوت ليس فيها جفاف ولا شدة ولا عدوانية ولا اشمئزاز. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا، أصبحت البيئة التي يعيشون فيها بيئة مليئة بالحب والحنان وبذكر الرحمن. ولذا قال النبي العظيم صلى الله عليه وسلم: البيت الذي يذكر فيه الله تعالى هو البيت الحي الذي فيه حنان، الذي فيه رحمة. والبيت الذي لا يذكر الله تعالى فيه مثل الميت، مثل البيت الميت. وإني اليوم لن أطيل عليكم، كنت أبحث معكم ولا زلت أبحث، والموضوع لم ينتهي بفضل الله عز وجل، ولكنها تذكرة لمن كان له قلب. وإني أراكم من أصحاب القلوب الحاضرة بإذن الله تعالى، وأرى النور في وجوهكم والأدب في أعمالكم. وقد حدثتكم اليوم عن البيوت المرحومة، وأوضحت لكم الأسباب التي تؤدي بهذه البيوت إلى أن تنال رحمة الله. وعندما تكون بهذه المواصفات صارت هذه البيوت بيوتا محسنة، فيها إحسان، فيها رحمة مع إحسان مع رطوبة الإيمان. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الحمد لله رب العالمين ذي الجلال والإكرام والطول والإنعام، واهب الحياة، مسبب الأسباب، خالق آدم من تراب. سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يجيب المضطر إذا دعاه، يغيث لهفة الملهوفين عندما ينادي عليهم رب العالمين: أإله مع الله؟ فعلم العباد أن الله ملاذهم، وعلم العباد أنه لن يجيرهم من مشاكلهم الكثيرة التي يعيشونها في بلادهم هذه الأيام من ظروف صعبة حالكة على بلادنا الحبيبة وعلى العالم الإسلامي. هذه الظروف الحالكة الشديدة الصعبة المظلمة أمامك لن ينجيك منها إلا الله.
وإن الله تعالى سبقت رحمته وسبق علمه وسبقت حكمته أنه يقضي بين العباد كيفما يشاء، لأنه هو الذي خلق الماضي والحاضر والمستقبل، وأنت لم ترى إلا بعض الماضي وبعض الحاضر الذي تراه بعينيك وتحسه بقلبك، ولم ترى من الحاضر إلا مثقال ذرة. أما الله تعالى فهو رب العوالم. وتلك حكمة عظيمة في أن المسلم لا يكتمل إسلامه ولا إيمانه إلا عندما يؤمن بالقضاء والقدر. لو أن الإنسان دخل في لو ولو 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 لو 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 اللولوة لصارت حياته ليس فيها إيمان. فإن لو كما جاء في البخاري تفتح عمل الشيطان. ولأجل هذا سلمك الله تعالى وأحبك، فقد حدثتك اليوم عن البيوت المرحومة، ومن سمات هذه البيوت المرحومة أنها تسلم لله بما أراد الله. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. الله فعلا مع البلاء مع السراء، مع الشدة مع الرخاء، أمر المسلم كله خير 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 خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اجعلنا وإياكم مع الصابرين. اللهم اجعلنا وإياكم مع الصادقين. اللهم اكتبنا وإياكم مع الصديقين. اللهم اجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم امنحنا في يومنا هذا مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اعطنا مغفرة وأجرا عظيما. اعطنا مغفرة وأجرا عظيما. اعطنا مغفرة وأجرا عظيما. اللهم بارك في جمعنا هذا. اللهم انصر جمعنا هذا. اللهم اجبر خاطر أمة حبيبك. اللهم انصر أمة حبيبك. اللهم ول أمورنا خيارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم ثبت قلوبنا على اليقين. اللهم ثبت قلوبنا على حبك، وثبت قلوبنا على مرضاتك، واجعل غايتنا رضاك، واجعل